حد قالك ان كوبايه ونص دقيق عليها نص كوبايه سكر ونص كوبايه كاكاو خام ورشه ملح ونص معلقه بيكربونات من عند العطار ومعلقه بيكنج باودر، وهنقلبهم كده حوالي مش اكتر لحد ما يتجانسوا مع بعض. ونزلت عليهم ببيضه ومعلقه زيت كبيره وربع كوبايه لبن وعلبه زبادي، وهتديهم تقليبه كده بسيطه، وهتنزل عليهم بكوبايه ميه دافيه، وهتفضل تقلب كده فيهم شويه لحد ما يتقل معاك. ولو محتاج دقيق تاني عشان يتقل ممكن تزود بس بالمعلقه. وهتجيب اي حاجه بتدخل الفرن وهتدهنها زيت كده وتنزل بالعجينه فيها، وهتدخلها الفرن على درجه حراره 180 بس يكون سخن من قبلها، وهنسيبها نص ساعه. واول ما تطلع من الفرن وتحط خله السنان كده وتطلع ناشفه كده هي استوت، وهتفضل تخرم فيها كده وهتحط فيها شويه لبن لحد ما الكيكه تشربهم، وهتنزل عليها باي صوص شوكولاته انت بتحبه. كده انت عملت احلى واجمل طريقه للكيكه بالشوكولاته. عاوز اقول لك الوصفه دي ادمان، لازم تجربوها. وهسيب لك المقادير بتاعت الكيكه في اول كومنت، هي والمقادير بتاعت صوص الشوكولاته لو حابب تعمله، عشان طعمه اصلا لوحده تحفه، تستخدمه على اي وصفات تاني. بس كده ما تنساش تعمل سيف للفيديو عشان تجربها، واعمل لي فولو عشان صدقني هتستفاد.